انا حولت دي لدي. تعالى بقى اقول لك عملتها ازاي. طبعا زي ما بقول في كل فيديو، انا دلوقتي هشرح على فوتوشوب، فلو انت مش عندك فوتوشوب او بتستخدم اي برنامج تاني كمل عادي زي ما انت. انا بشرح الفكرة بشكل عام وانت هتطبقها في البرنامج اللي انت بتصمم عليه عادي، وان شاء الله هتستفاد يعني وتعمل حاجة جامدة برضه. فانا مش عايز اطول عليكم، قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب كده، ويلا نبدا. طبعا اول حاجة بعد ما عملت تغذية بصرية وظبطت انا الدنيا معايا، اجيب الصورة اللي انا عايزها، صورة العقار او صورة العمارة اللي عايزة تتحط، وحاولت اظبطها بقى كده، بصغرها شوية طبعا عشان هي مش هتكون كبيرة كل ده. مثلا حطيتها كده، فانا طبعا عايز املى كل دول. في فوتوشوب في اللي هو جنريتيف فيل، معرفش في البرامج التانية ازاي، بس اكيد يعني في برامج ذكاء اصطناعي بتعمل الحاجات دي يعني بسهولة. فانا لو واخدين بالكم انا بحدد كده، تقدر تحدد عادي بأي طريقة، بحدد بزيادة بره لو اخدت بالك كده، عشان يعني ايه تكون الدنيا يعني مرحرحة معايا، مش مزنق كده. فانت لو واخدين بالك انا كأني كده واخد كل اللي بره. طبعا الحتة دي فاهم عمل كده انا مش عايزة كده، بروح دايس شيفت لو عملت علامة الزائد كده، شايف؟ تختار عادي اي حاجة كده، بس شايف كأن هو زودها معاهم، الشيفت بيزود يعني. انا دلوقتي كمان عايز ازود دي، بروح دايس الشيفت، افضل دايس على شيفت يعني، اروح اعمل كده عشان اشيل دي معاها يعني. انا مش عايز دي يعني، دي تدخل معايا في الجنريتيف ان شاء الله، فهمت يعني؟ فشايف زودها معايا. المهم اروح دايس جنريتيف فيل عادي. طبعا هيقعد هو يعملها براحته، انا في الاخر طلعت معايا حاجه زي دي كده عادي يعني. عملنا جنريتيف فيل وظبطنا الدنيا وتمام كده. وبعدها انا عملت الخلفيه كانت بيج كده زي ده وشلتها يعني. دي عادي سهله برضو، بروح جاي على اللاير واخش هنا ممكن الاوبجكت سيلكشن تول او اي حاجه، وبتحدد هنا عشان يجيب لك ده بس، واحددها اهو بسرعه على طول. اروح واخد اللاير دي كوبي واعمل الماسك على اللي فوق بس، فكده بقى معايا الاتنين لايرز فوق بعض. فالمهم رحت بعدها عشان اعمل الخلفيه البيج دي، اروح جاي هنا على اللاير، على فوق اللاير اللي ورا بس، وورا اللاير اللي هي بتاعه العماره، واروح جاي هنا على الدايره البيضاء اللي تحت، واعمل سوليد كولر، واختار اللون اللي انا عايزه بقى ايا كان اللون، وده اللون اللي انا استخدمته. فطبعا ظهر هنا ان هي شارب قوي كده، انا طبعا مش عايزها من تحت تكون كده. فبتروح بقى يا اما بالبراش تول كده، بتروح مخففها خالص. ممكن بقى بتقلل مثلا اوباستي وفلو شوية، وبتقعد تزود بقى كده من هنا عشان ما تبقى شارب قوي كده. ده طبعا على اللاير بتاعت العمارة تبقى حاجة زي كده يعني. وطبعا بقى عشان اوسطنها وكده، بروح جاي من الرولر، لو مش عندك بتروح دايس كنترول ار، هتطلع لك دي اسمها الرولر، تروح شاددها كده، هي هتتحط في النص بالظبط. فانا عايز اوسطنها بالظبط، طبعا اوسطنها هي والخلفية، وسطنتها اهو بالظبط. بروح جاي على العمارة او كده، اعمل شوية كاميرا رو فلتر، اظبط الالوان بتاعها وكده. دي ممكن كنت اعملها قبل ما اقصقصهم يعني، بس دلوقتي عادي مفيش مشكلة. طبعا ممكن اقلل شوية اكسبوجرية، طبعا على حسب انت بتشوف انهي اللي هيبقى الاحسن على حسب الصورة اللي معاك. ممكن بزود شوية تكستشر كده من هنا، وشوية شاربنينج، نويز ريدكشن مثلا، لو حسيتها فاقعة زيادة بقلل شوية فايبرانس كده. شوف انت يعني هتظبطها كده يعني، ممكن حاجة زي كده تمام. وممكن تدوس الت على الافكت كده وتشده وتحطه في اللي تحت ورا، عشان يبقوا الاتنين عليهم نفس الافكت يعني. هي كانت حاجة زي كده الافكت يعني. طبعا الجزء اللي تحت ده انا مكنش عايزه يبقى كله عليه اللون البيج ده، فهروح واخد كوبي اللون البيج اللي انا عامله، واخد اداة الجريدينت تول، واعمل لون اسود عندي، واجي هنا من اول واحدة من فوق هنا في البيزكس، تاني واحدة واروح جاي هنا واشد كده عشان تبقى خفيفة كده من تحت. بس انا في نفس الوقت برضه عايزها حاجة، فممكن تبقى حاجة كده. انا كنت عاملها كده ومقلل ورا، نقلل شوية اوبستي كده عشان مش عايزينها تبقى ايه شرب اوي يعني. فهي ممكن تبقى حاجة زي دي يعني، عشان الطريق يبان برضه كده، لو اخدتوا بالكوا هنا يعني مش غامقة اوي. طبعا في حاجة برضو انا عاملها هنا، اللي هو زي ضوء كده بيبقى ورا المبنى عشان يخلي الفوكس في النص، وبنعمل برضو سنة انر جلو كده بيخلي الفوكس عليه يعني، وبتبقى حاجة شكلها شيك كده الصراحة. دي بعملها ازاي؟ باجي ورا المبنى عادي برضو،
اعمل نيو لاير، اجيب البرش، ممكن باخد اللون اللي ورا يبقى افتح منه شوية قوي، بلاش يعني ابيض قوي يعني، وبروح جاي هنا ويبقى الهاردنس 0، اروح فاهم قد كام كليكايه كده. وانا خليت البلندنج مود للينير دوج اد. بعد ما اديت الكليكتين كده يعني دي قبل ودي بعد، فاهم، زي عمل الفوكس عليه في النص كده، بتكون شكلها حلو يعني. وبروح برضو جاي على اللاير بتاعت العمارة هنا، واجي على الافكتس من تحت، وبعدها انر جلو، واختار نفس اللون اللي ورا ده عادي. وممكن بقى اعمل السايز بتاعها مثلا 10-15 كده، وبقلل الاوبستي شويه فتكون حاجه زي دي. وبعدها اروح جاي على الانر جلو ده وادوس كليك يمين، وبعدها كرييت لاير، هيطلع لي هو كلاير بره لوحده. ده ليه؟ عشان اعمل الماسك كده، كنترول اي، وبعدها ارسم انا كده عشان انا مش عايزها على كله. ممكن انت بقى تخفف في اجزاء وتقلل في اجزاء. فده قبل كده وده بعد، تدي برضو كده النوع ان كأنها الضوء ده جاي من ورا بجد. وممكن برضو بروح جاي فوق المبنى برضو ده، اروح جاي على الادجستمنت، وبعدها اختار color balance، وممكن اشد شوية كده ناحية الاصفر، وازود مثلا سنة احمر كده عشان يدخلها في مود البيج ده يعني. ده قبل وده بعد. نيجي بقى للجزء التاني وهو الدراع دي والايد دي. بروح رايح على جوجل عادي واكتب لو انت مش عارف بالانجليزي بتروح عادي تعمل ترانسليت او كده هاندنج كيز، اللي هو كأنه بيسلم مفتاح. وقعدت ادور كده مثلا عجبتني دي، بس طبعا احنا كنا بنتكلم عن حاجة في السعودية او كده، فكنت عايز البسهم زي جلابية. فعادي باخد الصورة وبروح على جيميناي نانو بنانا او كده. انا طبعا اخدت صورة تانية في الاول، وبتروح على نانو بنانا عادي وبتقول له عايز صورة زي دي بخلفية بيضة وتكون ايد انا قايل له يعني ايد لراجلين ويكون لابسين ثوب عربي ابيض، لبسهم لي على طول. رحت قايل له خليها دي افضل، اللي هي الصورة التانية اللي انا جبتها. هو طبعا غلط، رحت قايل له يكونوا لابسين ثوب عربي، يجيبها تاني. قلت له مخليها على خلفية خضراء عادي يعني. انت بتمشي واحدة واحدة معاه كده، وهو طلعها لي. انا رحت عادي في الاخر واخدها، واروح جاي على الكويك سيلكشن تول واعمل سيلكت سبجكت، هيختارهم كده عادي. وبعديها اعمل الماسك واظبط بقى حجمهم كده. انا طبعا مكنتش عايزهم كده، قسمتهم نصين يعني، عملت له كوبي اهو. واللي فوق شلت منه الايد اللي تحت من الماسك عادي، بشيل كده، انا بشيل بس مش باين عشان تحت موجود. واللي تحت اشيل منها الايد اللي فوق، بفصلهم عن بعض يعني. فكده بقى معايا كل دراع لوحده عشان انزلها شوية اطلعها شوية كده. فانا نزلتها شوية ورحت مظبطها. حتى لو اخدت بالكم هنا هي طولتها شوية، دي عملتها بالجنريتيف فيل برضه عادي. وراح جاي عليها ورايح على الكاميرا رو فلتر وظبط برضه شوية الوان، حاجة بسيطة يعني كده. ممكن مادام احنا في بيج في التمبريتشر ده بوديه كده الاصفر شوية، واعمل كوبي للافكت للايد اللي تحت عشان يبقوا الايدين كده زي بعض. ولو اخدتوا بالكم هنا انا كنت عامل برضه شوية انر جلو كده عشان عملت برش كده ورا المفتاح. فروحت جاي وراهم كده وعامل نيو لاير، وبالبرش برضو الهاردنس يكون 0. قبل ما ادوس الكليكاية احول بليندنج مود للينير دوج ان، وادوس كليكاية كده، ولا اوسعها شوية واديها كليكاية. ممكن اقلل شوية الهاردنس كده، اقلل الاوباستي قصدي. على كل واحدة اعمل نفس حوار الانر جلو اللي انا لسه عامله في المبنى فوق. فممكن هسرعها دي شوية عشان لسه عاملينها. هي طلعت حاجة زي دي كده، تدي برضو نوع كده من انواع العمق، بتبقى شكلها شيك برضو. دلوقتي عشان اعمل ظل برضو على كل واحدة، اروح جاي كده فوق كل ايد منهم، واروح جاي بالجريدينت الاسود واشد كده من بره عشان كأن ظل كده، ان يعني برضو بتدي شوية عمق كده يعني. مش كل حاجة لازم اشرح يعني، مش عارف. نيجي بقى لاخر حاجة واللي ساعات بتكون رزلة بقى، ان هو التايبو، اللي هو بتقعد تكتب بقى الكلام ده كله. تكون رزلة يعني عشان انت ما بتكونش عارف هتعمل ايه بالظبط او تكتب فين وكده، عشان ان شاء الله مع الوقت تتظبط يعني. رحت جاي هنا فوق العمارة وكتبت شقة فخرة للتمليك، وعملتها بلون كده يعني يبقى رمادي كده شوية، كان اللون ده.
رمادي برضو كده بيكون شكله شيك. ووسطنتها دي ازاي؟ بدوس كنترول A عشان اختار كل البتاع، وبعدها بدوس على دي اللي في النص. طبعا انا مختار الموف تول. ارفعها مثلا شوية كده واجي تحتها واروح جاي بأداة الريكتانجل تول واعمل ريكتانجل واخلي لونه نفس اللون ده. مش عايز ستروك، شيل يا مدير. واروح جاي بقى من الجنب هنا او من هنا، واروح ازود الكورنر راديوس اخليها اي رقم كبير، هو كده كده هيظبطها. اي رقم كبير ان هو يعني ده الماكسيمم بتاعه، ان هو يبقى نص دايرة كده. وتروح جاي برضه حاطط فوقها اي كلام. طبعا الكلام اللي احنا كاتبينه هنا، انا دلوقتي بعمل الجزء ده يعني الكلام اللي انا كاتبه هنا اللي هو جد حي الروضة ده، اروح جاي واخده هنا واجيبه باللون اللي هو وراه يعني ده. طبعا الايكون دي تقدر تجيبها عادي من اي حتة، من فلاتيكون او اي حتة عادي هتلاقيها مفيهاش صعوبة. وبرضه هنا انا يا دوبك اخدتها كوبي، يعني بعد ما حطيت الايكون بقى وظبطت مثلا الجزء ده كله، بروح واخدهم كلهم عامل كنترول وجي فاتحطوا كده في جروب كلهم، بروح واخدهم كوبي نفس المربع بالظبط كده، وغير هنا الكلام اي حاجة بقى، اي حاجة بقى هنا، واحط الايقونية بتاعتي بقت نصين اهي كده بالظبط. خدناهم كوبي بقى من التصميم الاصلي بقى كده عشان نكمل. يعني دي هنا برضو نفس الكلام. رحت عامل مربع هنا، هنظبط له بقى كده الابعاد يتحط كده هنا، وبعدين نظبط الكورنر راديوس بتاعته نص من هنا كده، تبقى حاجة زي دي كده. ونروح حاطين فوق اي ايكون. انا طبعا هجيب الايكون ده دلوقتي عشان نشرح على السريع. وبروح جاي عامل عليه اوتر جلو كده كنوع من انواع الشياكة يعني كده، يعني بيبقى بنفس اللون كده. وممكن تعمل سنة اوتر جلو كده عشان يدي كأنه كده مضيء يعني شوية. واروح جاي تحته برضو اكتب اي حاجة. طبعا الخط ده صحيح نسيت اقول لكم ان هو اسمه RH زاك. شايف بقى؟ بروح واخد الثلاث حاجات دول في جروب واروح اعمل كوبي، اخدها الناحية التانية واتأكد ان هما فاهم في النص بالظبط. يعني فاهم لما عملت لهم هما الاتنين اظبطها ان هما يبقوا في النص بالظبط، يعني نفس المسافة. واروح واخدهم كوبي كمان انزل تحت هنا، اروح واخدهم كوبي كمان انزل تحت هنا، يبقوا التلاتة كده مع بعض. اظبط الابعاد بينهم ازاي بالظبط؟ بتاخد واحدة من كل، تاخد التلاتة كده فوق بعض وبتعمل ان هما يبقوا في النص بالظبط، دي تتأكد برضو. وشايف دي هي دي بتظبط يبقوا التلاتة يبعدوا عن بعض مثلا 100 بكسل، يعني ده هنا 100 بكسل وده هنا 100 بكسل، يبقوا تعمل دي كده تظبط مع بعض. والناحية التانية نفس الكلام، هتدوس دي كده هيظبط مع بعض. ده كده اتأكدت ان هما نفس المسافة كلهم من بعض كده عشان يكون شكلها مظبوط. هتقعد بقى تغير كل واحدة، يعني دي مثلا تسميها اي حاجة، تكتب اي حاجة وتغير تغير الايقونية هنا، وكل واحدة نفس الكلام لحد ما طلعت معايا حاجة زي دي كده. هما التلاتة وبنفس الطريقة بالظبط، ما فيش اي اختلاف. هاجي بقى على السعر دلوقتي، اروح جاي ورا الايد، ورا الايدين كده، اروح برضه اعمل نيو لاير واجيب المربع كده والكورنر راديوس برضه شدها تبقى حاجة زي كده. اروح جاي فوقها واكتب مثلا السعر بتاعي 750. طبعا هي مش باينة دلوقتي عشان احنا هنخليها بقى لون ابيض. طبعا الرقم ممكن انت تشوف الخط اللي انت حابه، بس انا بحب في خط اسمه مودرن سانس بولد. الخط ده يعني حلو الصراحة في الخطوط، في الارقام قصدي. اخليها حاجة زي كده واروح كاتب جنبها 1000، ودي ايقونة الريال مفيهاش اي مشكلة، وخليتهم ابيض. بعدها رحت اعمل تحتها الخط ده، بتعمل ريكتانجل عادي كده، وتخلي مثلا الهايت بتاعته شايف بكسلاية بكسلتين، خليها ممكن بكسلتين كده. الواتس بقى زي ما هو كده اي حاجة، فيبقى معاك حاجة زي كده. عايز تصغره شوية من الجنب هنا، تقلل الواتس شوية كده، هتنزله هو بقى تحت، تاخده كده بقى تنزله هو تحت توديه في اي حتة.
وتيجي بقى للجزء اللي تحت ده، انا عادي كتبت بدلا منه 770,000 وعملت الخط ده ازاي. مش انا اللي برسمه، انا جيت هنا على التكست، لو انت جيت عليها كده في هنا زي في الحاجات اللي هي بيخليه بولد او يتالك او كده، في هنا الجزء اللي هو بيخليها زي مشطوب عليها، وممكن تعمل خط تحتها كده، فتروح دايس على انه يبقى مشطوب عليها كده. يعني بتتعمل في اوقات اللي هو يقول لك خصم خاص او كده. رحت هنا كاتب الكلام عادي اللي انت عايزه، مفيهاش اي مشكله دي. وفي حاجه برضو ممكن اقولها برضو على السريع، انت دلوقتي قبل ما احط اللوجوهات وكده بروح جاي على فيو وبعديها جايدز، نيو جايد لاي اوت، وبعمل المارجن ده واخلي كل واحده منهم 50، تبقى 50 مثلا 75 اقل شويه كده. فانا دلوقتي هجيب اللوجو بتاعي كده واحطه مثلا على الطرف بالظبط ده، فاهم؟ يبقى ماشي مع المارجنز يعني كده. في بقى الجزء اللي تحت ده، الخط ده اسمه سوشيال ميديا سيركل، بتكتب على جوجل هيطلع لك حاجه زي دي، بيجي لك الخطوط كده، يعني الخط ايقونات للسوشيال ميديا. يعني انت لو كتبت حرف الاي كابيتال هيطلع لك فيسبوك، حرف السي كابيتال هيطلع لك لينكد ان. فانت بدل ما تقعد تجيب ايقونيه بتكتب مثلا انا كتبت اي كذا كذا كده، طلع لي الحاجات دي كده. احنا يبقى خلصنا خلاص، دي النتيجة النهائية كده. طبعا احنا عملنا يعتبر كل حاجة، مفيش حاجة ناقصة ان شاء الله. ولو عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات، ولو طبقت على الدرس ده يبقى تبعت لي على الانستا وتوريني. وكده مش ناقص غير ان انت تعمل كومنت وتعمل لايك وسبسكرايب لو انت مش مشترك. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامة.